كاراكاس اعتبرت أخطر المدن في أمريكا اللاتينية ونقطة سوداء في فنزويلا. وحلقة اليوم باش تكون عن مدينة كاراكاس العاصمة الفنزويلية. وخليك في الفيديو باش تتعرف على أخطر منطقة في فنزويلا ودعمني باقي جمهور الأبونيه. كاراكاس هي العاصمة لدولة فنزويلا من أكبر المدن في أمريكا الجنوبية، وفي 2006 وصل النمو الديمغرافي لخمسة مليون وستمية ساكن، ويمكن تطوره والضعف ولا أقل. وموقع المدينة هذه كان في شمال فنزويلا، والمناخ متاعها معتدل، له سخون وله بارد. وتو باش نعطيكم نبذة صغيرة على تاريخ المدينة هذه، وبعد نمشيو للضرب الصحيح ونحكيو على موضوع الفيديو. كاراكاس تأسست على يد المستعمر الإسباني دييغو دي لوسودا، إن شاء الله نكون منطقة اسمه بالصحيح، في عام 1562. وفي عام 1821 كيف خذت فنزويلا استقلالها وتحررت من إسبانيا، ولات كاراكاس العاصمة الإدارية لفنزويلا. ومن هنا باش تتقلب كاراكاس وباش تولي نقطة سوداء في فنزويلا وحتى في أمريكا الجنوبية، وباش يتقلب تاريخ المدينة هذه لتاريخ دموي. تتحدى العصابات الشرطة في العاصمة الفنزويلية كاراكاس وتبث الرعب منذ أيام بإطلاقها رشقات نارية على المدينة من الأحياء الشعبية الواقعة على مرتفعات العاصمة. وباتت مناطق بأكملها في الأحياء الشعبية والأحياء الواقع عند أسفلها شبه مهجورة. من الواضح أن الجميع خائفون. لن أذهب إلى منزلي الآن، سأنتظر أن تهدأ الأمور بعض الشيء. وقد أمرت الحكومة بتنفيذ عملية أمنية لحماية السكان في المناطق التي يسيطر عليها المجرمون، على ما أعلنت وزارة الداخلية. وأصدرت السلطات مذكرات بحث مرفقة بمكافآت بقيمة 500 ألف دولار ضد 3 من قادة هذه العصابات، بمن فيهم الإعلامي الشهير الكوكي، وهو شاب اعتاد نشر تسجيلات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت الشرطة عربات مدرعة وعناصر مسلحين عند سفح الأحياء الشعبية. كل شيء مغلق اليوم، لا يمكن شراء الطعام أو أي شيء. الشرطة أغلقت كل المنشآت بسرعة. وتعد فنزويلا التي تحصي مقتل 12 ألف شخص بسبب العنف سنويا من أعنف الدول في العالم، ويبلغ معدل الوفيات في أعمال عنف فيها 45 وفاة فاصلة 6 لكل 100 ألف نسمة، أي 7 أضعاف المتوسط العالمي. وكيف تفرجتوا في الروبورتاج هذا ولاحظتوا الدنيا ديما خايدة، ومن أخطر أحياء في فنزويلا حي بيتاري. وكل يوم في المدينة هذه ثم 18 جريمة قتل في اليوم، يعني كل ساعة تلقى شكون ماشي للبرزخ، وسبب هذه المشاكل بين العصابات. ويتضاعف العدد هذا كظل ثم مواجهة بين العصابات والشرطة. وكما قلت لكم في الفيديو اللي فات، ننصحكم تدخلوا تتفرجوا فيه، الضحايا ما يكونوا كان الناس الأبرياء، وكيف تكر بعضها بين الشرطة والعصابات تسكر المدينة الكل، ولا ينجموا يخرجوا باش يشروا المواد الأولية كيما الدواء والمواد الغذائية وغيره من الحاجات الأولية. وتعرفت أخطر عصابة في فنزويلا عصابة رودريغيز. El día de ayer fue abatido alias El Conejo, criminal terrorista, Carlos Enrique Gómez Rodríguez, buscado por delito de terrorismo, extorsión, secuestro, homicidio y otros delitos.
ولهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، ونأكد أنك عامل جمع بنية باش الشين تكبر، وإن شاء الله نتلاقاو في حلقة قادمة. وكان معكم يحيى.